ويا مسا الخير صبايا وأهلا وسهلا بكل حدا عم يشوف الفيديو. رجعت لكم بفيديو جديد ويوم جديد. أنا نور رجعت لكم اليوم بفيديو أبدا ما له حماس وأبدا ما له نشاط. بصراحة بالنسبة لإلي هاد من أكره أنواع الفيديوهات اللي بصورها، واللي هو إني قضيت يوم كامل بالمطبخ. طبعا الفيديو الماضي اللي شافه أكيد شافني بنهاية اليوم كيف أنا بنام والمطبخ بيكون، وقلت لكم انه عندي فكرة فيديو حابة اصورها، واللي هي انه انا كنت حاطة ببالي صور لكم ليه انا بكره المطبخ او ليه ما بحب المطبخ. هون فات الصبح اول اشي بعد ما راح زوجي على الشغل، اولادي كانوا بالبيت عطلة مدرسة بتعرفوا. هون الاولاد اكلين فواكه شربانين حليب. طبعا المجلى انا امبارح لما نمت كان المجلى فاضي على الاخير، ففقت أنا هون بدي أعمل قهوة وكمان الولاد بدهم يفطروا، بس بما إنهم آكلين فواكه وشربانين حليب فإنه تأجل الفطور شوي صغيرة لبين ما أنا أشرب قهوة. فقلت أول إشي رح أعمل قهوة وأقعد أشرب القهوة، وبعدين بدي خطط شو بدي أعمل بهذا اليوم. أنا ما كان بدي أطبخ، يعني بصراحة إنه أنا قضيت نهار كامل بالمطبخ، وشوفوا كم مرة جريت وكم مرة إنه رحت على المطبخ وكان المطبخ مليان جلي. مع إني أنا ما طبخت للصراحة. هون أول شي حطيت الشاي على النار، حبيت أعمل لهم سندويشات للولاد، جبنة وزعتر ودبس فليفلة وهيك شغلات، هن كان جاي عبالهم هيك ياكلوا. وكمان كان بدهم مع الفطور اندومي. قلت لهم تمام رح اعمل لكم اللي بدكم اياه. اول شي حطيت الشاي على النار. هلا انا بعمل الشاي على الطريقة التركية، بالنسبة لنا إننا نحن هيك بنحبه. ما بعرف في ناس ما بتحب، نحن بنفضل انه يكون الشاي على الطريقة التركية. حطيت اول شي الشاي على النار، وهون طلعوا الاولاد كمان اكلين شوكولا واكلين بسكوت وتاركين الورق على المرمرة، كمان بدي شيله. فقلت يلا بضبضب المطبخ كلياته فرد مرة. اول شي هون بشرت الجبنة. هلا لما بدي اعمل سندويشات للصراحة، واذا ما كان عندي الجبنة المخصصة للتوست فبحب ابشر الجبنة، بحس انه اوام بتدوب وهيك بتصير منظر الجبنة بقلب الخبز مثل البيتزا. عن جد بيطلع شكلها كتير طيب، وحتى منظرها هيك كتير حلو بشهي. هون أول إشي بشرت الجبنة مشان أعملن السندويشات للولاد. طبعا بنتي كان بدها بس محمرة أو دبس فليفلة وجبنة، وولادي الصبيان كان بدهم زعتر وجبنة، وكل واحد ببرك بتشرط عليكم بطريقة شكل. يعني بالأخير الله يحميهم، هو نهار عطلة لإلن. طبعا هذا اليوم كان يوم الأحد، فيعني انه انا اول اشي مثلا قمت عملت لهم، عملت قهوة، شربت قهوة، فطرت الاولاد، بعدين رحت على البازار جبت اغراضي وهيك، وانا عم ضبضب المطبخ وبشتغل طول النهار. وكمان عم حضر لطبخة لتاني يوم. طبعا رح تشوفوا هذه الطبخة بفيديو يوم الأربعاء. هلا أنا بالنسبة لي عم حب إنه نزل الفيديوهات يوم يوم لا. انتو شو رأيكم؟ ما بعرف، عم حس إنه شوي شوي عم يصير تفاعل على القناة. وهلأ أنا عم سجل هذا الفيديو ونحن 794، يعني عن جد كتير متحمسة إني وصل ل800. ما بعرف، حسيت هيك إنه رقم 800 أخد معي وقت كتير كبير، يعني أكبر من 700 و600. لا هدوليك كانوا أسهل بالنسبة لإلي. وهلأ كتير ناس بدها تقول إنه أنا عم أفرح بأرقام بسيطة. هلأ بصراحة أنا كتير يعني لما رح وصل لل1000 مشترك رح يكون بالنسبة لإلي إنجاز عظيم. لأني كيف بدي لكم، أول شغلة أنا ما طلبت دعم من حدا، وتاني شغلة ما عملت إعلان لإلي عند أي حدا، ولا دخلت بالدراما اللي بتصير. يعني أنا من قبل كنت فكر إنه الدراما بتصير مثلا كيف بدي لكم بين إنه الناس اللي كتير بتكون هيك مشاهير وعندها أرقام بالملايين، وبتصير الدراما كمان بين الناس إنه اللي بيطلعوا على الشاشة. بس لما دخلت بهذا المجال وهيك يعني مثل ما بقولوا تعمقت أكتر، حسيت إنه الدراما بتصير بين أي اتنين أو أي حدا حابب مثلا ينشهر أو يرتفع قناته ترتفع مشاهداته، مباشرة بجيب سيرة قناة تانية وهيك يعني، والأمور رواق ويا محلاها. هون صبيت لهم الشاي للولاد وعطيتهم سندويشات لبين ما يصير الأندومي. هلا انا بالنسبه لإلي تركت الاندومي للاخير اخر الشي، منشان انه امن على الاولاد انه هن اكلوا وشبعوا، وبنفس الوقت ما كتير بحبهم ياكلوا اندومي للصراحه. ما بعرف، هلا أنا بالنسبه لإلي كتير بحبها، بس للاولاد بحس انه ما كتير صحيه. لا يعني الاولاد المفروض يكونوا عايشين بنظام صحي اكتر من هيك. يعني الاندومي ما انه شي كتير ضروري او شي لازم ياكلوه هن.
ما بعرف. هلا أنا بالنسبة لإلي عن جد بطلع هيك بنظام ولادي. بحس إنه كيف بدي أقولكن، يعني مثلا قليل سكريات، كتير فواكه، قليل معلبات، قليل مواد حافظة، كتير أكلات صحية، قليل مقالي وهيك شغلات. يعني كتير شغلات مثلا بتضر بالصحة أنا كتير قليل لطعمي ولادي منها. بس بهذا الفيديو كان في شوية استثناءات، لأني عن جد ابني الصغير مشتهي على شغلة إنه بدي ساويها تاني نهار، نهار اللي عم بتشوفوا هذا الفيديو. بس الفيديو اللي بتكون إنه الشيء اللي أنا عم أطبخه راح تشوفوه بفيديو يوم الأربعاء. هون بعد ما فطروا الأولاد وخلصوا أنا بدي روح على البازار، فقلت أول شي بدي ضب المطبخ ونظفه. هاي أول مرة أنا بنظف المطبخ فيها الصبح بكير. طلعوا بس بحس حالي أنا طول النهار بس بكون عم أجلي وبشتغل، وخصوصي يوم العطلة. لهيك أنا دائما بكره المطبخ، وبقول إنه أنا حدا ما بحب المطبخ ولا بحب شغل المطبخ. هلا بالنسبة لي مثلا في الصبح برتب غرف النوم، بكنسون، بشوف شو فيهم. يوم الخميس مثلا بعمل تنظيف عميق للبيت كلياته، بشيل السجاد، بيضل البيت نظيف معي أسبوع كامل. إلا المطبخ أعوذ بالله، مستحيل، مستحيل يكون المطبخ نظيف، أو مستحيل يكون المطبخ ما بده شغل. هاي هون بعد ما رحت على البازار ورجعت كان الولاد جوعانين بدهم يتغدوا، وانا يعني ما فيني اطبخ بهذا اليوم. فكنت جايبت لهم انه تشيكن نجت، هن كان جاي على بالهم، قام جبت لهم اياه. ايه هون اول شي فضيت الزيت كمان ليك وانا عم اشتغل، يعني بعد ما نظفت المطبخ ورحت. لما رجعت المطبخ كمان الولاد رجعوا اكلوا هيك مانجا وهدول القصص، وهيك كمان صار في جلي بالمجلة ليكو انا عم اشتغل والمجلة مليان جلي. هون بلشت احط بقى اقلي لهم التشيكن ناجت، وقلت بدي اجلي الجليات خلصهم لبين ما يصير الغدا. ما بعرف، بتحسوا انه هيك ما شاء الله شغل المطبخ مستحيل يخلص عن جد. يعني طلعوا هاي للمرة التانية عم اجلي انا هون، وانا عم طلعوا انا عم جهز الفطور كان في جلي. خلصوا الفطور الأولاد وأنا جليت ورتبت المطبخ ونظفته، ورحت جبت أغراض للبيت ورجعت بدي سوي لهم غدا، كمان في جلي. وأنا عم سوي لهم الغدا كمان جليت يعني جليت الجليات ورتبت المطبخ وهيك. وهلأ شوفوا عن جد بوقت العشاء كان جاي على بالي انه بين كل فترة وفترة انه صور لكم المطبخ كيف انه انا بعمله بنظفه على الاخير ما بضل فيه شيء. بس بعدين حسيت انه رح يكون الفيديو كتير ممل، انه كل شوي انه انا جليت ونظفت وليكم كيف صار المطبخ ورجعت توسخ ورجع انخرب وهيك. قلت لا خلص فرجيكم انه بالفيديو النهائي كيف رح يكون المطبخ. وبس يعني انه قلت هيك حاج هون كمان رجعت لي قلت بدي كتر شوية تشيكن ناجت مشان تاني نهار الصبح ياخدوا معهم، انه خلص بس بسخن لهم اياه وبياخدوا معهم على المدرسة، احسن ما في من الصبح وحطهم بالفرن وهيك. هلا انا تشيكن ناجت عن جد كتير ايام بعمله بالفرن بشكل كتير قليل لحتى اقليه بالزيت. بس بما انه بدهم بطاطا مقلية قلت خلص رح اقلي لهم اياه بالزيت. وهيك كان كمان الغدا للولاد. هلا انا لا فطرت معهم ولا تغديت معهم للصراحة، لاني يعني لا ما بحب وجبة الفطور ولا كتير بفضل وجبة يعني انه بفضل هذا الاكل. ما انا اذا الاكل ما كان مثل ما انا بدي او مثل ما انا بحب ما باكل للصراحة. ايه فخلص انه هاي الوجبة بتكفيهم للولاد، وفعلا عن جد زاد لتاني نهار. وهي هون بقى بالليل جيت اول شي بدي اسلق معكرونة لاني بدي اعمل سلطة طون. ايه فطلعوا كيف عن جد، يعني اكيد واضح عليكم المطبخ قد ايه نظيف ومرتب بهذا الوقت. هون حطيت اول شي شوية معكرونة مشان تنسلق، واللي زادت حطيتها بالعلبة ورفعتها بالخزانة.
هون بعد ما فرمت الخضرة وغسلتها تبعت السلطة وكمان المعكرونة كنت سالقتها وخالصة، بلشت أحط بالحواضر. وطبعا أنا بالمطبخ وعم أشتغل ما بصير بلا أحاديث الأولاد، ماما وماما كل واحد بيسأل سؤال شكل. صح إنه بحس الأولاد كتير فضوليين وبيسألوا أسئلة عن جد بحسوا أحيانا جايبينها من الفضاء. وما بعرف هلأ أنا حابة أسألكم أه شو مقررين تعملوا الناس اللي عايشة برا سوريا، إنه شو مقررين تعملوا؟ هلا أنا الصراحة كنت كتير هيك متشجعة ومتفائلة إني رح أنزل زيارة، كنت كتير حابة أروح زيارة. بالنسبة لإلي استقرار في الوقت الحالي لا أبدا ما مفكرين فيه. في كتير شغلات بس يجي وقتها بحكي لكم عنها عن جد، بس إنه في كتير شغلات هيك إنه بتمنعنا نروح استقرار. بس مع الأسف سمعت إنه ما في زيارات، فما بعرف. هلا أنا بعرف من قبل يعني قبل ما إنه هيك تتحرر سوريا والحمد لله يا رب عقبال الرقة والقامشلي ودير الزور هدول لسه يعني كلياتنا بنعرف الوضع فيهم كيف. سبحان الله إنه خلصنا من العصابة الأسد، بس ما خلصنا من ميليشياتهم أو من الناس اللي كانوا هن مستخدمينهم لحتى يأذونا ويأذوا بلدنا أكتر وأكتر. ايه بس ان شاء الله يا رب على ايدين الابطال اللي هيك نظفوا بلدنا من هالناس الزبالة، ان شاء الله بيخلصوا كل البلد. بس انا بعرف انه قبل ما تتحرر البلد كان في زيارات، بس انا بالنسبة لي ما كان انه مكان ما بدي روح واهلي عايشين ما في طريق عليهم وهيك. بس بعد ما هيك تحررت البلد كلياتها سمعت انه منعوا الزيارات بشكل نهائي. اللي بده يروح خلص بده يروح إقامة يعني إنه خلص بده يلغي الإقامة ويروح إنه مثل ما بقولوا روحها بلا رجعة. هون بعد ما خلصت تجهيز الفطور كلياته كان وصل زوجي على البيت جاب لي دبس رمان، لأني للصراحة بحس الدبس رمان شيء أساسي بالبيت وأنا ما كان عندي منه. هون أول شي حطيت سلطة التون دبس رمان، الكثير والكثير من الدبس الرمان والقليل من الملح والقليل من الخل والكثير الكثير من زيت الزيتون. وبلشت اخلطهم كلياتهم مع بعضهم، خلط مثل ما بقولوا. وكمان كان جايب لنا شي كفتة، عن جد انا كتير بحب لهالأكلة، بالنسبة لي كتير بفضلها. وكمان جايب لنا الميديا او المحار. مين بيحب المحار؟ هلا أنا بالنسبة لي من الناس اللي كتير بتحب المأكولات البحرية كلياتها بشكل عام، ما عندي اي مشكلة معها. بس ولادي ما كتير بيحبوا السمك، ولادي بيحبوا اكتر الشي القريدس والميديا. انا بالنسبة لي لا بحب المأكولات البحرية كلياتها، يعني ميديا قريدس محار نفس الشي. شو بيقولوا له؟ والله نسيت، هذا سرطان البحر وهيك كلاتهم انا بحبهم. وبس مع الاسف ولادي ما بحبوا غير الريدس والميديا، مشان هيك ما كتير من انه بنستهلكن او بناكلن. هون كمان فضيت اول علبة طون خلطتها كلياتها مع السلطة. هلا انا هاي السلطة عملتها زوجي بيجيبها بالشغل بيجيبها بياكلها. مرة من المرات تركت ولادي عند زوجي وكان بدي روح انا مشوار، فتركت الأولاد عندهم. المهم جايب هو سلطة طون. فالولاد قال ماما انه عملي لنا منها. انا ما كنت بعرف اعملها، فشو عملت انه دقتها عند زوجي انه وجبت المكونات كلياتها وساويتها. فلما ساويت لهم اياها خلطت الطون انا بقلبها. بيجي ابني الصغير بيقلي لك لا هي مو هيك بتصير. قلت له كيف بتصير؟ قال هي لازم يكون الطون موجود على وشها، ما بيصير يكون مخلوط بقلبها. عن جد هذاك اليوم قد ايه ضحكني. كتير هيك انه بده اياها مثل ما مقدمة بالمطعم بنفس الشكل، يعني انه بمحل الوجبات وهيك نفس الشكل بده، ما بده اياها تنخلط هون. وانا عم حط الميديا بالصحون طلعت وحدة هيك انه فتحت معي، قام قلت خلص ما بحطها بالصحن باكلها انا قبل ما يصير العشاء. وهيك كان العشاء لليوم. كمان طبعا بعد ما تعشينا وخلصنا عشاء كمان بدي اقوم اجلي، بصير ما اجلي لا مستحيل، لازم نجلي نضل عم نجلي نحن. يعني اقسم بالله بالشتاء بحس ايدي بصيروا هيك، يعني كتير بصيروا خشنين من كتر الجلي. بس كانت هي آخر وجبة جلي باليوم كلياته، لأن الأولاد الله يحميهم كانوا رايحين يناموا. وأنا كمان قلت بدي أعمل فنجان شاي
واقعد ارتاح بقى خلص حاج يعني كتير كتير تعبت. وهيك يعني مثل العادة كان المطبخ كتير نظيف مرتبته كلياته على 24. بس هلا انا كتير مرتاحة ومطمنة انه تاني نهار ما رح في لا المطبخ خربان، لاني رح يكونوا الاولاد الله يحميهم بالمدرسة، يعني بدي في انا اللي بدي اخرب لاني انا اللي بفيق الاولاد على المدرسة. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو ولنهاية اليوم، هيك شاركتكم بيوم كامل بالمطبخ. عن جد هذا بالنسبة لي أنا أسوأ أيام حياتي بعيشها هي أيام العطلة، لأنه بقضي النهار كله بالمطبخ. بتمنى من كل قلبي إنه هيك كان بتعرفوا. مو الفيديو الجاي، الأسبوع الجاي إن شاء الله بدي فرجيكم فيديو غير شكل. بحبكم كتير، بشوفكم بفيديو جديد. سلام.